اتعرفت على الكابتن حسن ازاي؟ طيب يا جماعه، زي ما انا قلت لكم ان انتوا سالوني اسئله وانا هجاوب عليها في الحلقه ديت، هنجاوب على كل اسئلتكم. فيلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، على اساس ان انا بعمل فيديوهات جديده يعني. يلا بينا نبدا. اول سؤال بيقول: بقالك كام سنه في السوشيال ميديا؟ انا من 2016 وانا بعمل فيديوهات. وهل حياتك اتغيرت بعد السوشيال ميديا؟ والله حياتي ما اتغيرتش او بعد السوشيال ميديا بجانب الشغل الواقعي. اتغيرت لكم انتوا. اللي بعده بيقول: عندك كام سنة؟ انا دلوقتي ماشي في 21، يعني عندي 21 سنة. اللي بعده بيقول: محمد انت ليه مش بتعمل مقالب؟ عايزين مقالب مش محتوية، يعني المحتوى بتاعي من ساعة ما انا بدأت افلام وسكتشات، فانا ما اعرفش اخرج ما بينهم، ما اقدرش اقدم حاجة تانية، فانا ما بعرفش اقدم الا الاتنين دولت. في ناس تانية بتقدم مقالب ممكن تتابعوها. السؤال اللي بعده بيقول: ايه اللي خلاك تفكر في مجال اليوتيوب؟ والله هو المجال اللي انا دخلته كان بسبب شخصين، شادي سرور ونادر احمد، لو انتوا تعرفوه. دول اول ناس عملوا اصلا سكتشات قبل الناس اللي هي جت على الساحة دلوقتي. اللي خلاني اتشجع اكتر ان انا اعمل فيديوهات كوميدي على اليوتيوب، وكنت بعمل فيديوهات وما كنتش بنزلها اصلا. فلحد ما بدأت على القناة، بس الحمد لله اتقفلت اول قناة، تاني قناة برضو اتقفلت، ودي القناة التالتة اللي انتوا بتشوفوا منها الفيديو ده. فيعني ما يئستش. السؤال برضو بيقول: ليه قطعت فترة؟ والله القناة كان فيها مشكلة، فانا مكنتش عارف انزل فيديوهات. ده السبب، بس الحمد لله المشكلة اتحلت. فهبدأ انزل فيديوهات على القناة دي، والقناة اللي انتوا هتلاقوها تحت في الديسكريبشن او في اول تعليق. القناة دي التانية بتاعت فيديوهات القصيرة، فاشتركوا فيها لو انتوا مش مشتركين، واشتركوا في القناة دي برضو عشان ينزل عليها الفيديوهات الطويلة. ونفسك توصل لايه او ايه حلم حياتك؟ والله نفسي اعمل شركة انتاج صغيرة كده بتدعم المنشئين المحتوى اللي هم بيقدموا فيديوهات ومش بيكون معاهم امكانيات تناسب التصوير. السؤال اللي بعده بيقول: حضرتك تقرب ايه للكابتن؟ والله مفيش صلة قرابة ما بيني وما بينه، هو صاحبي واخويا بس مش اكتر. السؤال اللي بعده بيقول: رأفت اخو اسراء؟ لا، مفيش صلة قرابة ما بينهم اصلا. السؤال اللي بعده بيقول: ليه بطلتوا تعملوا فيديوهات او تحديات مع الكابتن حسن وحسين والتيم كله؟ ممكن اعرف ليه؟ السبب ان احنا ما بنصورش كتير مع الكابتن حسن، فكل واحد انشغل في شغله الاساسي اللي هو في الحياة الواقعية، وما قلناش بنصور فيديوهات. يعني كتيم مثلا انيس وصلاح ما قلناش بنصور فيديوهات، كل واحد انشغل في شغله الاساسي وما قلناش بنصور، حتى انا ما بصورش. السؤال بقى اللي محير كل الناس: اتعرفت على الكابتن حسن ازاي؟ ده بقى اللي هنجاوبه دلوقتي. اتعرفت على الكابتن حسن وحسين ازاي؟ انا كنت اعرف انيس من زمان، يعني صديقي من زمان جدا. فمن خلال انيس قلت له عايزين نعمل فيديوهات، فصلاح كان معانا برضو، عرفت صلاح من خلال انيس، ومن صلاح وانيس عرفت الكابتن حسن، وبدأنا نصور كلنا مع بعض. هي دي خلاصة الموضوع كده. ده كان فيديو صغير بجاوب على كل اسئلتكم اللي انتوا كنتوا بتسألوها الفترة اللي فاتت. وبخصوص الفيديوهات اللي يعني بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات وكده، بإذن الله على بداية السنة الجديدة هيكون في فيديوهات جديدة بكواليتي أعلى، بجودة تصوير أحسن، بكل حاجة من حيث السكريبت، من حيث الكتابة، من حيث كل حاجة. هيكون في فيديوهات قوية جدا الفترة الجاية من بداية السنة. بس الفيديوهات ديت استمرارية، يعني مش هنزل مثلا كل جمعة فيديو، كل يوم فيديو، لا. هو على حسب الفيديو لما بيخلص هينزل ان شاء الله. يعني بمعنى الكلمة اتقل تاخد حاجة نضيفة، ده اللي هما بيقولوه. بس هيكون في فيديوهات قوية جدا الفترة الجاية، فاستنوها. اشتركوا في القناة ديت، واشتركوا في القناة التانية بتاعت قناة الشورتس. هيكون في محتوى قوي جدا. وادعولي ان شاء الله تكمل على خير. في فكرة بحضرها وهتنزل في بداية السنة ان شاء الله، فاستنوا. وبس كده، سلام.